في هذا الفيديو غادي نعاود لكم جوج ديال القصص اللي كيبينوا كيفاش ان الحب يقدر يتبدل الكراهيه بالزربه، وماشي اي كراهيه اللي كتخلي مولاها يقدر يبغي ينتقم. مرحبا بكم. كيقول مول القصه: السلام عليكم، انا واحد الراجل من واحد الدوار في المغرب، وما بغيتش نذكر الاسم ديالي ولا الاسم ديال الدوار اللي كنسكن فيه ولا حتى ديال مرتي، حيت القصه اللي غادي نعاود لكم اليوم شويه صعيبه، ما بغيتش نفضح العائله ديالي. تزوجت في 2016 وكنت فرحان بحياتي الجديده، ولكن من بعد الزواج بشويه بديت كنلاحظ ان مرتي تبدلات، ولات ساكته بزاف، بحال كتخبي عليا شي حاجه وكيبان عليها الهم. كنت كنحاول نهضر معاها ولكن ديما كتهرب مني، ومن بعد بزاف ديال الضغط عليها فواحد النهار قالت لي الحقيقه. قالت لي انها كانت مرتبطه مع واحد الراجل قبل ما تزوج بيا، وهذا الشخص دابا كيهدد فيها وكيقول لها غادي يخلي الحياه ديالنا كامله جحيم وما غاديش يخلينا نعيشوا فرحانين. انا في ديك اللحظه تعصبت وخديت النمره ديال التليفون ديالو وصونيت ليه. مع جاوبني، مع قلت ليه شكون انا، مع بدا كيسب فيا وحتى انا جهلت وبديت كنسب فيه. بقينا كنتسابوا الغوات راكم عارفين، وفي الاخر طفى عليا التليفون. صراحه من بعد ديك المكالمه بقيت معصب وفكرت انني نمشي ليه للدار ديالو ولا نمشي ندير ديكلاراسيون، ولكن الحاجه اللي كانت كتحبسني هي انني كنقول مع راسي ما بغيتش نشوه لعائلتي. فعلا من بعد هادشي مرتي ولات شويه مزيان وبدات كترجع للطبيعه ديالها، ولكن هاد الراحه ما دامتش بزاف. بداو كيبانوا عليها شي اعراض غريبه، كتنسى بزاف، كتجلس كتضحك بلا حتى شي سبب، كتجاوب وهي ثقيله بحال قلتي عقلها ماشي حاضر معانا. كنت كنحس انها كتشوفني ولكن عقلها في بلاصه اخرى. مشيت بها عند الدكاتره، درنا التحاليل، ولكن كلشي كان طبيعي، وجربنا كاع الرقيه، كانت كتولي شويه ولكن من بعد كترجع ليها نفس الحاله. في واحد الليل كنت ناعس ويشتني العطش، فقت وانا نوض باش نشرب الماء. ملي وصلت للكوزينه تقطع الضو بوحدو، حسيت بحال شي واحد كيمشي في المراح ديال الدار. قلت شكون كاين، ولكن ما جاوب حتى واحد. بقيت كنقلب على الشمعه باش نشعلها. شويه شفت مرتي واقفه قدامي وهي ساكته وكتشوف فيا. قلت لها شنو كديري هنا، ولكن ما جاوباتش، بقات غير كتشوف فيا. صراحه تخلعت، ولكن قلت مع راسي يقدر تكون غير حاله وغادي تدوز، ورجعتها للفراش ديالها. وفي الصباح ملي سولتها قالت لي انا ما عاقله على حتى شي حاجه، ومن تما بدات الامور كتكبر. باقي كنعقل شي مرات كنت كنسمع الدقان في الباب في الليل، وملي كنمشي كنخرج ما كنلقى حتى شي واحد. والحاجه الغريبه هي ان ديما فاش كنت كنمشي نحل الباب باش نشوف شكون اللي كيدق ما كنلقى حتى حد. ملي كندور راسي كنلقى مرتي كاينه مورايا بحال شي واحد عيط ليها. وشي بعض الخطرات كضربها الفيقه في النص ديال الليل وكتبغي تخرج بلا حتى شي سبب. واحد النهار تلاقيت مع واحد صاحبي في الدوار، قال لي شفت مرتك فوق السطح في الليل كتمشى وكتشوف في المقبره. انا هنا بديت كنخاف بزاف. وفي واحد الليله اخرى كنت كنغسل وجهي في المرايه، شويه كنشوف عاوتاني مرتي مورايا، ولكن ملي شفت عينيها في المرايه كانوا حمرين وغريبين بحال شي واحد غضبان وطالع ليه الزعف. قالت لي بواحد الابتسامه غريبه سير للبيت انا نجيب لك الماكله. صراحه حسيت بالتبوليشه في الجسم ديالي كامل، ومع الوقت بدات التصرفات ديالها كتولي بحال ديال الدراري الصغار، كتجلس تلعب في الارض وكتضحك بلا حتى شي سبب، وشي بعض الخطرات كتسكت نهائيا بحال ما كتولي تحس بوالو. واحد النهار رجعت للدار وما لقيتهاش، قلبت عليها في كل بلاصه، ومن بعد لقيتها في الكوزينه، وما تخيلوش شنو شفت. لقيتها مخشيه في وسط البرميل ديال الدقيق وكتضحك بواحد الشكل كيخلع، والدات ديالها كلها عامره بالدقيق. في ديك اللحظه فهمت باللي الموضوع صافي خرج على السيطره. مشيت كنقلب على شي حل، لقيت بزاف ديال الناس، ناس كيديروا الرقيه وناس كيبغيو غير الفلوس. لقيت واحد السيد اللي مشهور في الرقيه، جابوه للدار ديالي وبدا كيقرا. شويه مرتي بدات كتغوت وكتركل بلاصتها، ومن بعد تبدل الصوت ديالها ولات كتهضر بصوت ديال راجل وكتقول حنا 5 لداخل،
وحنا دار لينا السحر اللي خلانا مربوطين في هاد الذات. ومن بعد بزاف ديال القراءة اللي دار هذاك السيد قدر ياخد المعلومة ديال انه كاين واحد السحر مدفون في المقبرة وخصو ضروري يتجبد. مشيت انا وواحد من التلاميذ ديال داك السيد، نزلنا للمقبرة وبديت كنحفر في واحد البلاصة اللي قالوا لي عليها. ومن بعد لقيت واحد الطرف ديال التوب كبير مكتوب بشي كتبة غريبة وشي حوايج ديال مرتي حتى هما مدفونين معاه. شدينا داك الشي كامل ودينا لداك السيد اللي غادي يحرق داك الشي كامل، ومن تما بديت كنشوف شويه ديال التحسن في مرتي. بدات كترجع للطبيعه تاعها شويه بشويه، وفعلا رجعنا بدينا كنعيشوا حياه عاديه. الحاجه اللي غريبه في هذه القصه هو ان داك الشخص اللي كان كيهددنا ومن بعد ما تفك داك السحر تبدلات حياته كامله وبدا غادي وكيرجع للور. اليوم كنحمد الله على كل شيء، واخا التجربه كانت صعيبه ولكن الحمد لله حيتاش دازت سلامات. كيقول مول القصه: السلام عليكم، سمحوا لي ما نقدرش نقول سميتي، ولكن من بعد هاد القصه غادي تفهموا علاش. هادشي بدا في البريمير راني ديال لافاك. كانت معايا واحد البنت في القسم زوينه بزاف، كالم وكيما كيقولوا تيتيزا. والمشكل ماشي غير انا اللي كانت عجباني، كانوا كاع الدراري اللي كيقراو معنا كتعجبهم، ولكن هي ما كانت كتسوق لتا شي واحد. ومع الوقت وبطريقه بسيطه بدات الهضره بيناتنا، ومن بعد تطورات ولات علاقه. كنت كنحس براسي عندي الزهر، ولكن في الحقيقه ما كنتش عارف علاش داخل في حياتي. في الاول كانت عاديه، ولكن من بعد بدات كتبدل. كانت كتعيط ليا بزاف وكتصيفط ليا ميساجات بزاف، ما كانتش كتحبس. وكانوا كثرت الاسئله: فين انا ومع من انا وشنو كندير. في الاول قلت واو الحب هذا، ولكن من بعد ما بقاش داكشي حب، ولات كاميرا ديال السورفيونس، وهذا الشيء بدا كيخنقني. المشكله هي انها ولات كتغضب الا ما جاوبتهاش. في الليل في الصباح ما كانش عندها مشكل، المهم هو انني نجاوبها. حياتي ولات مربوطه بها غير هي. مع الوقت بديت كنتهرب حتى قطعت الاتصال، ولكن هي ما حبساتش. كانت كتعيط ليا وكتصيفط ليا ميساجات وكتحاول تعيط للناس اللي كنعرفهم وكتجي كتسمر في الدرب. من بعد دازت ايام وما بقاش كيبان ليها الاثر. واحد النهار كنت جالس ويوصلني واحد الميساج فيه 2 كلمات: غير صبر وغتشوف. صراحه انا ما ديتهاش في الميساج وما تسوقتش ليه، ولكن ما كنتش عارف ان هاد الجمله غترول لي حياتي. المهم دازت الوقت وتزوجت وبديت حياه جديده مع واحد البنت اخرى. هاد المره واحد الحياه اللي كانت ترونكيل وكل شيء كان طبيعي، حتى بدات كتبان واحد التفاصيل اللي غريبه. مرتي بدات كتبدل وكتجلس بوحدها بزاف، كتسمع شي حاجه في التليفون وكتدخل في حاله غريبه بحال كاينه مع شي حد اللي ما كيبانش ليا قدامي. واحد الليله ضربتني الفيقه على واحد الصوت خفيف. لقيتها في البيت، الضو مطفي وجالسه كتسمع في التليفون، ولكن اللي كان غريب ما كانتش كتهضر غير كتسمع. ومن داك النهار بدا الشك. لغت لي جات عندنا واحد البنت للدار وقالت باللي راه صاحبتها، ولكن من اللحظه الاولى حسيت بشي حاجه ماشي طبيعيه بحال كتقلب على شي حاجه. خرجت للجرده وبقات غاديه جايه حتى وقفت تحت واحد الشجره وبدات كدير شي حركه في الارض. ومن داك النهار كلشي تبدل. مرتي ولات كتفيق بالليل، كتحرك بوحدها وكتغوت وكتقول شي هضره اللي ما عمرني قدرت نفهمها. واحد الليله بديت كنسمع الصوت ديال الطيور بالليل. جاتني شي حاجه غريبه، خرجت وانا نلقاها في الجرده كتحفر والغربان فوق منها كيغوتوا. شافت فيا وقالت لي بواحد الصوت اللي غريب: بسببها خليتيني انا، دابا غادي تشوف شنو غندير لك. ديك اللحظه تبورجت، حيت ما يمكنش مرتي تدوي معايا بديك الطريقه. ديك اللحظه فهمت كل شيء وتفكرت داك الميساج ديال غير صبر دابا تشوف. في الحقيقه الميساج ما كانش غير تهديد، كان بدايه الانتقام. مرتي ما بقاتش مرتي، ولات شي حاجه اخرى داخله فيها. عييت ما ندور بها عند الرقات، وصراحه كانت النتائج بسيطه. كانت كتبرا وكتعيش مزيان واحد المده، ومن بعد كتعاود ترجع ليها الحاله. واليومنا هذا باقي كنعيشو نفس هاد الكابوس. وبقى الشك عندي ان ديك السيده اللي كانت كتبت لي داك الميساج هي اللي دارت شي حاجه لمرتي.
هاد القصه اللي عاودت لكم واللي كنعيش مع العائله ديالي الصغيره باش نبين لكم ان الحب ماشي ديما شي حاجه مزيانه. شي بعض الخطرات كيرجع بو مزوي، والناس اللي كيبانوا لك ظريفين وزوينين ماشي ديما كيعنيو الخير.